متابعينا الأوفياء، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات قصص واقعية مع بدر. تنتمنى منكم دعمونا باشتراك في القناة وديروا أبوني ودعمونا باللايكات والتعاليق والتفاعل ديالكم باش المحتوى ديالنا يتعمم على الجميع ونستافدوا من هاد القصص هادو. وبغيت نقدم واحد التحية خالصة لجميع المتابعين ديالنا، وتنبغي نشكرهم بزاف على التعاليق ديالهم الزوينة والمفرحة. نبداو فصول جريمة اليوم. جريمة اليوم ديال واحد البنت اللي سميتها جميلة، كان في العمر ديالها 22 عام، وكانت لاله عيشة هي الأم ديالها بالتبني، واللي كان في العمر ديالها 66 عام. لاله عيشة ربات جميلة بحال بنتها من صلبها وكبراتها حتى وصلات للجامعة. وجميلة مشات لواحد المدينة كبيرة باش تتابع دراستها الجامعية، ومرة في العطلة تتجي عند لاله عيشة تتشوفها وتتجلس معاها واحد شوية. وجات العطلة ديال عيد الأضحى، وجميلة قررت تمشي تدوز العيد الكبير مع لاله عيشة باش يدوزوه في دارهم مجموعين ويفرحوا مع بعضياتهم. جميلة شدات الكار ووصلت للمدينة ديالها وهي فرحانة. ملي وصلت لدارهم بدات تدق على لاله عيشة باش تحليها الباب ديال الدار، ولكن حتى واحد ما طلع عليها ولا جاوبها. بدات تدق بالجهد وقالت في راسها يمكن تكون لاله عيشة ناعسة ولا تتصلي، وتقدر تكون ما رداتش البال ويسحب ليها غير شي واحد دق ومشى. جميلة حلات الباليزة ديالها وجبدات السوارد ديال الدار، حلات الدار ودخلات. منين دخلات تفاجأت بداك الشيء اللي لقات قدام عينيها. لاله عيشة امها بالتبني لقاتها ميتة بطريقة بشعة، ولاله عيشة غارقة في دمها والدار كلها مرونة. جميلة تصدمات وبدات تتغوت وخرجت للحي ديالها وبدات تطلب في الناس يعيطوا على البوليس، وكانت في واحد الحالة هستيرية وتتبكي ومصدومة. تجمعوا الجيران ديال الحي عليها وبداو تيصبروا فيها وتيحاولوا يعرفوا اشنو واقع بالضبط، وهي كلمة وحدة فمها تتقول لهم باللي امي عيشة قتلوها وتتبكي. رجال الشرطة تفاعلوا بسرعة مع البلاغ، وجاو رجال الشرطة للحي ولقاو واحد التجمهر كبير ديال الساكنة، ولقاو الناس ديال الأحياء المجاورة كلشي جاو، والخبار تعرفات في المنطقة كاملة باللي لاله عيشة تقتلات في دارها، وكلشي بغى يعرف اشنو واقع في الحي. ولاله عيشة كانت واحد المرأة طيبة ومعروفة في المنطقة بالأعمال الخيرية وكلشي تجبدها غير بالخير. العناصر ديال الشرطة القضائية دخلوا للدار برفقة العناصر ديال الشرطة التقنية والعلمية، ولقاو جثة ديال واحد المرأة مقتولة والآثار ديال الدم كاينين في الدار كاملة. ومن خلال المعاينات الأولية تبين المحققين باللي المجرمين اللي داروا هاد الجريمة هادي تكرفسوا بطريقة بشعة على الضحية. رجال الأمن بداو الأبحاث ديالهم مع الجيران ديال الضحية وسولوهم واش سمعتوا شي حاجة في الدرب ولا شي صداع ولا شي واحد داخل للدار ديال الضحية. والرد ديالهم كاملين كان هو باللي هما كانوا ملهيين مع الماتش ديال المنتخب وما سمعوا والو وما شافوا والو. من بعد غادي يسولوا جميلة كيفاش اكتشفتي الجريمة ديال المقتل ديال لاله عيشة، وجاوباتهم باللي هي كانت مسافرة وتتقرا في واحد المدينة كبيرة وبعيدة على المدينة ديالهم، ويلا جات لدارهم باش تدوز العيد كبير مع لاله عيشة اللي هي الأم ديالها بالتبني. وقالت لهم من بعد ما دقيت عليها بزاف وبقيت ندق بزاف ديال المرات
جبت السوارد ديالي من الباليزه، ومنين حليت الباب لقيت امي عايشه مقتوله والدار كلها دمايات. خرجت بديت نغوت في الدرب، والجيران كلهم خرجوا، وعلمناكم بالجريمه. العناصر ديال مسرح الجريمه رفعوا البصمات من الدار ولقاوها كامله ديال الضحيه لاله عيشه، واكتشفوا باللي الجريمه وقعات في الوقيته ديال الماتش، وكانت الدنيا خاويه والهدف ديالها هو السرقه. من بعد رجال الوقايه المدنيه غادي يهزوا الضحيه لمستودع الاموات باش يفحصها الطبيب الشرعي، ورجال الامن بقاو تيباشروا الابحاث والتحريات في الحي، وعرفوا باللي الضحيه لاله عيشه كانت مزوجه ومطلقه. المحققين غادي يعيطوا على الطليق ديالها ومرته، وبحثوا معاهم وسولوهم فين كانوا نهار الماتش. ومن بعد التحريات توصلوا رجال الامن باللي طليقها ومرته كانوا بعاد على مسرح الجريمه، واكدوا لهم البرنامج ديالهم. دازت واحد اليومين والعناصر الامنيه غادي يرجعوا للدار باش يقلبوها ويحاولوا يتعرفوا على شي مستجدات في هذه القضيه هذه. وتلاقاو مع الناس ديال الدرب وعاودوا سولوهم واش فكرتوا شي حاجه وما قلتوهاش لينا نهار الجريمه. وفي وسط الزحام واحد من المخبرين غادي يسمع واحد 3 ديال الوليدات تيهضروا بشويه، وواحد قال صاحبو شتي نهار الماتش هذيك المراه مولات الجلابه اللي كانت لابسه السبرديله واللي كانت عامره بالدم، ومنين تبعناها دخلت لواحد الدار، تقدر تكون عارفه شي حاجه. المخبر بقى تيسمع ليهم وتيجمع المعلومات على هذيك المراه، وعلم المحققين بالهضره ديال الولاد 3 والحوار اللي داز بيناتهم. هنا العناصر الامنيه غادي يكتفوا من الابحاث ديالهم وغادي يسولوا الوليدات، واللي اكدوا لهم الهضره اللي دازت بيناتهم، وباللي نهار الماتش هما شافوا واحد المراه منقبه ولابسه سبرديله وعليها الاثار ديال الدم. ومنين تبعوها دخلت لواحد الدار في الدرب اللي قريب ليهم. البوليس غادي يهزوا معاهم الدراري وغادي يوريهم الدار اللي دخلت ليها المراه. رجال الشرطه علموا النيابه العامه بالمستجدات، وعطاهم السيد وكيل الملك تعليمات باش يباشروا الابحاث ويتعرفوا على هذيك المراه. ورجال الشرطه غادي يتوصلوا لهذاك السيد اللي ساكن في هذيك الدار. دقوا عليه الدار لقاو واحد السيد سميتو الحاج عمر، راجل معروف بالاستقامه ديالو، وراجل داخل سوق راسو وتيخدم وسيط عقاري. دقوا في الدار، خرج عندهم الحاج عمر وتفاجأ برجال الامن قدامه. قال لهم ياك لاباس سيدي؟ علموه بانهم رجال شرطه وباغيين يسولوه على واحد المراه واش دخلات نهار الماتش لهاد الدار، وجاوبهم باللي هو واحد السيد ساكن غير بوحدو في الدار، ونهار الماتش ما جا عنده حتى شي واحد، ما دخلت عنده مراه، ما جا عنده حتى شي واحد لدارو، وهو من بعد ما صلى العشاء دخل دارو وسد عليه. وهنا هاد السيد هذا اللي هو الحاج عمر كان معروف في الحي بالاستقامه ديالو، وواحد السيد محافظ. المحققين بدات عندهم الشكوك. الوليدات 3 اكدوا لهم باللي المراه دخلت للدار، والحاج عمر صرح لهم باللي هو عايش غير بوحدو في الدار. رجال الامن غادي يدخلوا للدار باش يقلبوها ويبحثوا، وغادي يلقاو في واحد البلاصه مخبيه واحد الجلابه، واحد السبرديله فيها الاثار ديال الدم. غادي يعتقلوا الحاج عمر وغادي يهزوه معاهم الكوميساريه باش يحقوا معاه. السيد وكيل الملك غادي يعطي واحد الرخصه ديال الدفن العائله ديال لاله عيشه باش يدفنوها، من بعد ما رفعوا البصمات من عليها وداروا واحد التشريح طبي ليها، ودار واحد التقرير اللي غادي يتقدم الرجال الامن باش يساعدهم في الابحاث ديالهم. وفي هذاك النهار ديال الدفن ديال السيده لاله عيشه، الحي عرف واحد التجمهر كبير، والناس ديال الدرب كلهم جاو، وكاع المعارف ديالها
كانوا في هذيك الوقيته. كلشي تاسفوا القضيه ديال امي عائشه والطريقه باش تقتلات. امي عائشه كانت واحد المراه معروفه ومحبوبه في الحي، والعائله ديالها استنكروا هذا الفعل الجرمي اللي وقع لها. وبنتها جميله بالتبني، من بعد ما كانت لاله عائشه هي كل شيء في حياتها، ماتت وبقات غير بوحدها في الحياه. رجال الشرطه غادي يصيفطوا هذيك السبرديله للمختبر الجنائي باش يقارنوا الدم اللي في السبرديله مع الدم ديال الضحيه لاله عائشه، والنتائج جات متطابقه. ودابا بغيتكم متابعين الاعزاء تبعوا معايا مزيان هاد القضيه هادي اللي فصولها كلها مفاجآت، والنهايه ديالها مثيره بزاف. رجال الامن بداو البحث مع المشتبه فيه في هاد الجريمه هادي، وواجهوه بالادله اللي توصلوا لها. اولا النتائج ديال الخبره ديال الدم ديال الضحيه، واللي جات متطابقه مع الدم اللي كانت في السبرديله اللي تلقات عنده في وسط دارو مع الجلابه. ثانيا الشهاده ديال الدراري بثلاثه اللي شافوا المراه دخلات لابسه هذوك الحوايج اللي تلقات في الدار ديال الحاج عمر. هنا المتهم حصل وزيروه البوليس بالاسئله، والحجاج كامله اللي توصلوا ليها كلها ماشي في مصلحته. الحاج عمر بدا تيراوغ في الاول، ولكن رجال الشرطه زيروه مزيان. وهنا الحاج عمر ما لقاش فين يهرب، وغادي يعترف بالجريمه البشعه اللي دارها. الحاج عمر كان واحد السيد معروف بالاستقامه ديالو والاعمال الخيريه، والمنطقه كلها تتشهد باللي الراجل واحد السيد داخل سوق راسو ومعروف بالطيبوبه وتساعد الفقراء. وكان عنده واحد المحل ديال وسيط عقاري دايرو تحت من دارو، وكان تعرف لاله عائشه وتفاهم معها باش يبيع ليها واحد الارض ديالها. والحاج عمر جاب ليها الشاري وتبايعوا وتشاراو، وخدات هي فلوسها وهو خدا النسبه ديالو من البيع. الحاج عمر عرف باللي لاله عائشه واحد المراه تدير الخير بزاف، وطلبها على واحد المراه يتيمه باش تعاونها، وعلمها باللي هي غادي تجي عندها للدار وتساعدها بشي بركه باش تشري العيد الكبير لوليداتها. وصلات الوقيته ديال الماتش، وكل شيء كان ملهي مع الماتش ديال المنتخب وتيتفرج فيه، والدرب كان خاوي. السيد لبس جلابه والسبرديله ومشى للدار ديال لاله عائشه، حلات عليه الباب على اساس انه المراه اللي جايه باش تساعدها. دخل الدار ولقى لاله عائشه بوحدها جالسه تتفرج في الماتش، غادي يضربها بالموس وغادي يقتلها في وسط دارها. وقلب الدار كامله حتى لقى الفلوس ديال الارض اللي باع ليها، هزهم وخرج من الدار وكان الحي كله خاوي. ولكن هذوك ثلاثه ديال الدراري غادي يشوفوه منين كان خارج، وشافوا السبرديله عامره بالدم، والحاج عمر كان داير واحد النقاب ومخبي وجهه ما معروفش. والدراري شافوا باللي هذيك المراه خرجت من الدار ديال لاله عائشه، ولكن ما كانوش عارفين بانه هو راجل ماشي مراه. المحققين من بعد ما عرفوا ملابسات جريمه القتل ديال لاله عائشه غادي يواجهوا الحاج عمر بواحد الجريمه كانت وقعات في نفس الحي، وكانت دازت عليها سنوات، والبوليس بحثوا فيها ولكن ما قدروش يوصلوا الجونات في هذيك القضيه. وغادي يطرحوا عليه واحد الاسم، والسيد غير سمعوا هو يبدا يعرق واللون ديال وجهه تبدل، وبدا تيدخل ويخرج في الهضره، والعلامات ديال الارتباك بانت عليه. البوليس غادي يوجهوا ليه اتهام صريح، وقالوا ليه علاش قتلتي امي زينب. جاوبهم باللي هو غادي يعاود لهم الحقيقه كامله، غير يخليه يرتاح واحد شويه حيت التحقيقات كانت مكثفه. الحاج عمر ما لقاش فين يهرب، وشاف راسو حصل وغادي يتقدم للعداله. من بعد واحد الفتره ديال الراحه غادي يهزوه للدار ديالو في نفس الحي، وعلموا النيابه العامه
وتعطات الأوامر باش يحفروا في الدار من بعد ما اعترف ليهم المجرم بالجرائم ديالو. ومن بعد ما حفروا في واحد البيت لقاو واحد الهيكل عظمي مدفون في الدار، والجثة ما كاملاش، وعلمهم باللي هي ديال موي زينب. الناس ديال الحي تصدموا من الحاج عمر والاعمال اللي دار في حق العيالات ديال الحي، وباللي المجرم غير حداهم وكل نهار تيدور معاهم في الدرب وتيصلي معاهم في الجامع. المحققين بداو تيبحثوا معاه في الجريمه ديال المقتل ديال موي زينب، واعترف باللي هو جات عنده واحد النهار باش تشري واحد الدار، وكانت لابسه الذهب بزاف وهو طمع فيها، وغادي استدرجها لدارو وغادي يقتلها، وخدا ليها الذهب كامل اللي كان عندها والفلوس اللي كانت عندها. ولكن كانت واحد المعطيات جديدة في التحقيقات مع رجال الأمن، واللي دلا بها الحاج عمر المحققين، وعلمهم باللي واحد خوه كان مات هو اللي كان عاونو في الجريمة، وعاونو في القتل ديال موي زينب والتقطيع ديالها، ومن بعد دفنوها. النص عنده في الدار دفنو، والنص الثاني دفنو في دار خوه. رجال الأمن انتقلوا بسرعة للدار ديال خوه، غادي يقلبوها وحفروا في واحد البيت ولقاو الكمالة ديال الجثة ديال موي زينب. وفي النهاية ديال التحقيقات غادي تكون الصدمة الكبيرة للمحققين. الحاج عمر غادي يعترف لهم بواحد الجريمة ثالثة دارها، وكان الضحية ديالها واحد المرأة سميتها حفصة، وكانت ساكنة في واحد المنطقة بعيدة على الحي السكني ديالو، وقتلها بنفس الطريقة اللي قتل بها لاله عيشة. رجال الأمن مشاو معاه لهذيك المنطقة وغادي يلقاو الجثة ديال هذيك السيدة اللي كان سميتها حفصة، لقاوها حتى هي غير الهيكل العظمي ديالها من بعد ما تحلات الجثة ديالها. غادي يجيو العناصر ديال الشرطة التقنية والعلمية، غادي يصوروا هذيك الجثة وغادي يهزوها لمستودع الأموات، والمحققين غادي يعلموا العائلات ديال الضحايا بجوج، عائلة حفصة وعائلة موي زينب، بالمستجدات في القضية ديال المقتل ديال هاد السيدات بجوج، وتعرفوا عليهم من خلال واحد التحليلة ديال لاديين، وخداو الجثث ديالهم ودفنوهم في المقابر ديال المدينة. رجال الأمن من بعد ما بحثوا مع هاد الحاج عمر اللي كان واحد السفاح ديال العيالات ودار جرائم كثيرة في المنطقة ديالو، غادي يبحثوا معاه في الجريمة كيفاش كان تينفذها وكيفاش كان تيخفيها، وهو اعترف بكل شيء داكشي اللي دار واقر بالمنسوب اليه. وهنا رجال الامن غادي يعمروا ليه المحضر ديالو وغادي يسجلوا ليه الاعترافات ديالو. رجال الامن بحثوا معاه في جميع الفصول ديال الجرائم واللي اعترف بها كامله. هنا تنبغوا نقولوا باللي الروح عزيزه عند الله، وربي فضح هذا المجرم هذا اللي قتل 3 ديال العيالات بسبب الطمع ديالو، والناس ديال الحي ما عمرهم شكوا فيه باللي هو السفاح اللي تقتل العيالات. من بعد التحقيقات معه والاعترافات ديالو بالجرائم اللي دار، تقدم عند السيد وكيل الملك واعترف النيابة العامة بالمنسوب إليه، وتقدم في حالة اعتقال عند قاضي الجلسات، واللي صدر الحكم ديالو في حق المجرم الحاج عمر وتحكم عليه بالإعدام. هنا قصتنا سالات، والغاية منها هي أخذ العبرة والحيطة. تنتمنى تزيدوا تشجعونا باللايكات والتعاليق ديالكم اللي تتفرحنا بزاف، وتشعلوا جرس الاشتراك وديروا ابوني في القناة ديالنا. ولكم جزيل الشكر منا متابعين الأوفياء. تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم والمودة والتعليقات زوينة اللي تتفرحنا. وهذه قناة ديالنا حنا كلنا، حنا عائلة، واللي عنده شي استفسار ولا شي قصة وبغى يبارطاجيها معنا، حنا راه رهن إشارة وحنا موجودين باش نسمعوا القصص ديالكم. متابعين الأوفياء، شكرا لكم، وإلى اللقاء مع قصة جديدة بحول الله.